جوهر. ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتوالت إنجازات ثورة 15 مايو وقامت دولة المؤسسات وتم إغلاق المعتقلات إلى الأبد وأعيدت للصحافة حريتها وأصبح لا سيادة إلا للقانون. وبها فإنني أناشدكم بعدم سداد الديون العسكرية المستحقة له لأنها أصبحت في شبه الملغية لأنه لم يولدنا أصدقاء ولسنا خلفاء. وإن مصر حرة عربية لا شرقية ولا غربية. وأحيي الأشقاء العرب على كل ما في كل عام الأحداث الأليمة في يونيو 67 فانقطع هذا التقليد. وبرضه نتيجة انه البعض بيعتقد انه مصر الرجل المريض. حتى في بعض الدول العربية الاخرى بعض صحافتهم بتكرر هذه النغمة حقد ومرارة. برضه الخرطة عملاها مصلحة، حتى مكتوب عليها مصلحة المساحة المصرية. ما هو ليبيا ما كانش فيها حاجة، عملنا لها خراطها كلها بتاع الجيش وغيرها. فتح الخرطة قدام ايه؟ قال العقيد بيقول لك انه انتوا واخدين منه ارض. فين يا ياسر؟ اهو شريط يعني بقى ياما كانوا الطلاينة في ليبيا قاموا عملوا سلك شاي على الحدود. ده من 50 سنة تقريبا يمكن ولا حاجة، ولا 40 ولا اكتر حتى. السلك ده موجود لغاية النهاردة، وحتى بعد الحرب العالمية الثانية لما المحور كان رايح جاي بعده عملوا السلك تاني. ادي
اخر تطور حصل سألوني وانا جاي عنه، قلت لهم اسمعوا انا هقول النهارده اتكلم جماعتنا في جامعة اسكندرية زي ما عودتهم، بقول لهم تقرير سنوي بس يظهر الاحداث توالت في الايام الماضية. انا بقول للشعب اليهودي في اسرائيل اللي انا شفته، وللشعب اليهودي في اوروبا وامريكا اللي ايد مبادرتي انني لن اتخلى عن هذه المبادرة، ولكن لاسرائيل الحق في الامن والسلام الدائم وحسن الجوار، ولا حق لها في سنتيمتر واحد من الارض.